متابعي قناة الخبر اليقين 24، أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. مدينة مغربية تحترق قبل قليل. فضلا منك وليس أمرا، اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش توصل بكل جديد. أتى حريق شاب قبل لحظات من مساء اليوم الأربعاء بقيصرية الأندلس باب فتوح بمدينة فاس على محتويات عدد من المحلات التجارية، مسببا خسائر مادية جسيمة. مصدر مسؤول أكد أن الحريق سببه نيران اندلعت من محل الصدور لينتقل إلى المحلات التجارية المجاورة له، مخلفا وراءه أرواح وخسائر فادحة: 4 وفيات و25 مصابا. هذا وفور علمهم بالحادث حلت إلى عين المكان مختلف السلطات المحلية والأمنية إلى عين المكان للقيام بالمتعين ونقل جثث الضحايا صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني والمصابين للمستعجلات في حالة خطيرة قصد العلاج.